ايه الطريقة المناسبة والصحيحة والمضمونة 100% لزراعة دوار الشمس او عباد الشمس، اللي هو ياسمين وكل واحد وحسب بلده. علشان تزرع دوار الشمس، فده هو دوار الشمس يا جماعة لو انت لاحظت فيه، فبتلاقيه بيلف مع الشمس، وهو محتاج الى شمس قوية يا جماعة بتيجي عليه. لو ما جتش عليك الشمس حوالي 7 ساعات في اليوم، فانت كده مش هتقدر تاخد منه ايتها محصول ولا ايتها انتاج. دوار الشمس بيحب الشمس زي ما قلنا، وعلشان تزرع دوار الشمس فانت محتاج تزرع في حتة تكون شمس على طول او عباد الشمس. فانت لو عاوز تزرع فانت تبدأ تبحث في النقرة بتاعتك، لازم أن تكون تربة طينية، علشان دوار الشمس بيحب التربة، بيحب الغذاء. بتبدأ تبحث حوالي تعمل نقرة حوالي عقلة صباعك مش اكتر، وبعد كده بتروح تجيب البذر زي ما هي. طبعا في ناس بيقول لي حطها مقلوبة او عدلة، لا انت بترميها هي كده زي ما هي على الجنب ده او على الجنب ده، زي ما هي بترميها وهي بتنبت وتطلع لوحديها بعد مرور 10 ايام او 15 يوم. طبعا هي بتطول فيها النمو، بس بعد كده بعد ما بتظهر معاك بتطلع على طول، يعني بتنمو بسرعة كبيرة لفوق. طبعا بيوصل الطول بتاعه الى حوالي متر او متر ونص، والقرصة بتاعته بتبقى قرصة كبيرة، يعني حوالي عرض الشكارة اللي انت شايفينها دي. لو حابب تزرع في شكارة زي نفس دي اكتب لي في الكومنتات وانا ابعت لك الرابط بتاع الفيديو. طبعا انا دلوقتي بحاول اني اعدل في التربة، طبعا التربة بقيتها طينية فبتلصق في ايد الواحد. بعد كده بتبدأ طبعا دوار اللب ده يا جماعة بتبدأ تجيبه من اي محمصة اللي هي بتبيع الجميع الحمص او اللب. بعد كده بتبدأ تجيب ترب مية خفيفة، تبدأ تروي النباتة اللي احنا لسه زارعينها، وبس كده. والطريقة سهلة ومضمونة. طبعا ما تنساش تصلي على النبي. مع عدهم هنزرع سطح بيتك بطريقة سهلة ومضمونة، وبس كده. وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.